اوعى تفتكر ان في شيء صدفة لما يطلع واحد من اهم اعلام السوشيال ميديا الاهلاوية ابو المعاطي زكي يقول ان الاهلي بيكرم ابو ريدة. ليه يا عم بيكرم ابو ريدة؟ عشان كان بيغير اي حكم بيشك فيه في افريقيا. ليه؟ عشان اللعب النظيف. هو تدخلك دون غيرك من الفرق ده تكافؤ فرص ولعب نظيف؟ لما تشوف ابو ريدة بيزور النادي الاهلي قبل سحب القرعة لكأس العالم للأندية بأربع خمس ساعات، وتشوف القرعة لكأس العالم للأندية وتلاقي أول حاجة لأول مرة بيتم اختيار الفرقة على المجموعة. رقم اتنين الأهلي مجموعة أولى. رقم تلاتة بعد اختيار النادي الأهلي كتالت مجموعة أولى، التلفزيون المصري بيعلن إن ميامي الأمريكي رابع مع الأهلي في المجموعة قبل انتهاء توزيع المستوى الثالث على المجموعات. رقم أربعة مجموعة الأهلي أضعف فريق مستوى أول، أضعف فريق مستوى تاني. كل ده صدفة؟ السؤال بقى، هو الزمالك كسب السوبر الأفريقي إزاي؟ إذا كان الأهلي حدد عدد الجمهور والحكام والملعب، بجد إحنا عايزين تمثال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوم أخبار جديد مع صوت زملكاوي. أرجو تفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة. لو الفيديو عجبك أرجو ادعمني بلايك وشير، وبسم الله نبدأ أخبارنا اليوم. استعدادات الزمالك لمواجهة إنيمبا في الكونفدرالية. منح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات خاصة لنبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض خلال المران الذي أقيم صباح الخميس استعدادا لمواجهة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وحرص جوميز على منح اللاعب العديد من التعليمات الفنية الخاصة بمركزه بجانب الأدوار المطلوبة منه داخل أرضية الملعب. خاض كذلك أحمد عبد الرحمن إيشو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبية خاصة بشكل منفرد على هامش المران. كما خاض ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة قبل انطلاق المران الصباحي صباح الخميس على ملعب النادي. كما عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية. وأكد جوميز للاعبين على أهمية المباراة المقبلة في مشوار الفريق في دوري المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وطالب المدير الفني للاعبين بضرورة مواصلة العمل والتركيز بكل قوة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في نيجيريا، وشدد على ثقته في جميع اللاعبين لتحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة. وحرص البرتغالي جوزيه جوميز على الاجتماع بمعاونيه للتشاور والتنسيق مع في بعض الأمور الفنية والبرامج التدريبية استعدادا لمواجهة المرتقبة أمام إنيمبا. وحصل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية يوم الخميس، واكتفى اللاعب بأداء مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل صالة الجيمنازيوم بمقر النادي وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز. ويغيب ناصر منسي عن مواجهة الفريق المقبلة أمام إنيمبا النيجيري في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للإيقاف. واستعد فريق الزمالك لقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد القادم الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساء باستاد جودي ستويل إكباديو الدولي في نيجيريا ضمن مباريات الجولة الثانية مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية. ميدو في استديو قرعة كأس العالم للأندية: لا يمكن أن أشجع الأهلي حتى لو لعب في المريخ. ظهر أحمد حسام ميدو في استوديو أون تايم سبورت الخاص بقرعة كأس العالم للأندية 2025. لا يمكن أن أشجع النادي الأهلي في أي ماتش أبدا أبدا، الكلام ده أيام المثالية، أنا راجل غير مثالي أشجع الأهلي ليه؟ أنا راجل زملكاوي، أنا ما بشجعش في مصر إلا الزمالك فقط، لا يمكن أن أشجع أي نادي تاني. وأضاف ميدو: لو في المريخ مش هشجع الأهلي. دي عقلية المشجع بتاع الكورة. عمرك ما هتلاقي مشجع انتر بيشجع نادي الميلان وهو بيلاعب ريال مدريد، مفيش الكلام ده في الكورة في أي حتة في العالم. احنا بنحاول نكون مختلفين في مصر، لا توجد مثالية في كرة القدم، ده مش بلياردو، دي كورة. واختتم ميدو تصريحاته في حاجات إنسانية، مثلا: هدف أبو تريكة في الصفاقس، أنا فرحان لزميلي مش فرحان للأهلي. والله كلام جميل ومحترم يا ميدو، واحنا دايما على عهدنا بيك. رضا عبد العال: الأهلي لن يحقق أي إنجاز في انتر كونتيننتال لهذا السبب.
أكد رضا عبد العال نجم الزمالك السابق إن مجموعة فريق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في أمريكا مجموعة متوازنة إلى حد كبير. وقال رضا عبد العال: الأهلي يستطيع تحقيق إنجاز جديد في كأس العالم للأندية بشرط رحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق وتعيين بديل أجنبي جديد بدالا منه. وأضاف: من وجهة نظري إن فريق الأهلي لن يحقق أي إنجاز مونديال الأندية في وجود كولر لأنه لا يجيد إدارة المباريات الكبيرة. خلاف بين جوميز وإدارة الزمالك بشأن مصير نجم الفريق. في خلاف بين البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك وإدارة النادي بشأن مصير التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق. وبينتهي عقد سيف الدين الجزيري مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادي آخر مجانا في يناير المقبل. وفي خلاف ما بين جوميز والإدارة بسبب الجزيري المدرب غير مقتنع بالمهاجم ويرغب في رحيله، والإدارة ترى إن هو لاعب كبير وبمزيد من التركيز ممكن إن هو يفيد الفريق. وإدارة النادي اتفقت مع سيف الجزيرة على تجديد تعاقده لمدة سنتين، الأول مقابل 600 ألف دولار والموسم الثاني مقابل 650 ألف دولار، قبل أن يطلب جوميز من إدارة النادي تجميد الملف. طبعا الجزيرة يا جماعة بالأرقام هو سيء جدا، يعني ممكن نلاقوا مثلا هو ناصر منسي، رغم إن ناصر منسي ما بيلعبش ممكن هتلاقيه كهداف ناصر منسي جايب أحسن منه. فالجزيري مش التجربة الأفضل، أنا ممكن أستحمله لو هو ابن من أبنائي، إنما ده راجل بياخد بالدولار وجاي من بره. أنت لو جبت أي لاعب من هنا مش هياخد، أو هياخد زي الجزيري بس هيديك فعالية أكتر من الجزيري بيحلق من بره منطقة الجزاء أو بيحلق من هنا ومن هنا ومن هنا، بس كهيدر مش هيدر بيشوط من بره منطقة الجزاء، قذائف مثلا مفيش، بيقف في أماكن صح لأ. هو ممكن يكون محطة بس هو كمهاجم صندوق لا، ناصر منسي أفضل منه بكتير. الكاف يعلن حكم مباراة الزمالك أمام المصري في الكونفدرالية. أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من الجزائر لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المصري المقرر لها في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. ويتكون طاقم التحكيم من الجزائري مصطفى غربال حكما للساحة، ويعاونه مواطني مقران قوراري وعباس أكرم زهروني مساعدين، والجزائري حسام بن يحيى حكما رابعا. واختار كاف السوداني مأمون بشارة مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام عبد الباسط إبراهيم من جنوب أفريقيا والمنسق العام ألكسندر السانتي من غانا. طبعا ربنا يستر، طبعا مفيش فار وربنا يستر في المباراة ديت. إسلام صادق يكشف تفاصيل اتفاق الخطيب مع بوريدة بشأن الحكام. كشف الإعلامي إسلام صادق عن تفاصيل اجتماع محمود الخطيب رئيس الأهلي مع هنا بوريدة رئيس اتحاد الكورة الجديد. وكتب إسلام صادق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن بوريدة خلال زيارته اليوم للنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بحضور حسن حمدي رئيس القلعة الحمراء الأسبق، تم الاتفاق خلالها على وجود رئيس لجنة حكام أجنبي، والاتجاه الأقرب تعيين خبير ألماني لقيادة لجنة الحكام. طبعا النادي الأهلي أعلن بعد كده إن كانت الزيارة مع بوريدة في إطار الأجواء الودية لإطمئنان على الحالة الصحية ده مبدئيا، وأثناء الجلسة تطرقوا لحوار إلى خطة أبو ريدة ومجلسه الجديد لتطوير الكرة المصرية. يعني أبو ريدة رايح للخطيب عشان يعرض عليه الخطة بتاعته خلال الفترة القادمة، على أساس إن الخطيب يعني إيه رئيس الوزراء، وعلاج السلبيات التي طفحت على السطح خلال السنوات الماضية ونتائج المنتخبات الوطنية والتعاون مع الأندية بهذه الخصوص، وأزمة التحكيم المستمرة وبطء الأداء وتطوير اللوائح. في حين ان هو خلاص الموضوع احنا عايزين حكم اجنبي. طبعا ياسر عبد الرؤوف طبعا الفتره اللي فاتت الاداء مش عاجبهم، اتعادلوا ماتشين في وجود ياسر عبد الرؤوف، الكلام ده مش عاجبهم، يعني هم عايزين حكام تقدر ان هي تحكم لهم بمزاجهم. عن النادي الاهلي بروح كاس العالم، انا بتاع كاس العالم، فالمفروض ان انتوا تظبطوا لي الكلام مش كده. زي السيد عبد الحفيظ لما كان بيروح للحكام يقول له انت مش عارف انا مين، انا 9 كاس عالم، بروح كاس عالم اجيب التالتة اللي هي اصلا انا تالت عالم، وبروح اجيب تالت عالم برضو وباجيلكوا اما نشوفوا بقى كاس العالم الجاي المفروض ان هو ضمن 32 فريق هيطلع تصنيفه بكام. مفاجأة بشأن مصير زيزو مع الزمالك. تتواصل الأنباء حول مستقبل النجم المصري أحمد السيد زيزو لاعب نادي الزمالك
حيث كشفت مصادر موثوقة عن تجديد نادي الأخدود السعودي لمحاولاته لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ورغم التقارير التي تحدثت عن اتفاق زيزو مع إدارة الزمالك على تجديد عقده، إلا أن مصادر مقربة من النادي أكدت إن هذه الأنباء عارية من الصحة، وإن ملف تجديد عقد اللاعب لا يزال مفتوحًا. وأوضحت المصادر إن إدارة الزمالك تعمل جاهدة على إعداد عرض مالي مغري للاعب بهدف إقناعه بالتجديد والبقاء في صفوف الفريق الأبيض، وذلك لضمان استقرار الفريق وتفادي أي مشكلة قد تنشأ في المستقبل. والله إحنا تعبنا من ملف زيزو ده. مجموعة نارية للوداد وسهل للأهلي نتيجة قرعة كأس العالم للأندية. قيمة قرعة كأس العالم للأندية مشاركة الأهلي إلى جانب 31 فريق في المسابقة التي تلعب خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية. وأسفرت القرعة التي أجريت اليوم بأمريكا عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي. ويتواجد الوداد المغربي المجموعة السابعة برفقة أندية مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي، كما أن المجموعة الرابعة تضم فليمينجو وتشيلسي وليون والترجي، والمجموعة السادسة فلومينسي وبروسيا دورتموند وسان داونز وأولسان هونداي. طبعا كل المجموعات بتاعة الفرق الإفريقية صعبة جدا، حتى مجموعة الهلال فيها ريال مدريد وسالزبورج وباتشوكا. يعني مجموعة الهلال السعودي مجموعة نارية. سالزبورج ده يمكن باتشوكا وسالزبورج دول، عايز اقول لكم ان الاهلي معاه اسهل فريق اللي هو بالميراس ده، اسهل فريق في امريكا الجنوبيه. وبالنسبه لبورتو لما تيجي تبص على الفرق الاوروبيه، هو اسهل فريق ممكن ان انت تقابله هو فريق بورتو ده. اسهل فريق في المجموعه كلها، هي الفرق اللي ممكن الاهلي يقاوح معاه. وطبعا انتر ميامي مفيهوش غير ميسي، ميسي وسواريز بس، هم دول اللي يعني لو الاتنين دول اتقفل عليهم خلاص المباراة انتهت. فطبعا مجموعة الأهلي والمجموعة الأولى يعني صدفة من صدف الأهلي. بهذا الخبر تنتهي أخبارنا. كان معكم عادل أحمد والزملكاوي، وشكرا لحسن متابعتكم، وعلى وعد باللقاء.